السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم حل تحلية ولا اروع، ان شاء الله يا رب تنال اعجابكم. انا درتها بالفراولة وانتم كما تحبوا. الحشوة ديروها، حبيتوا بالشوكولاتة حبيتوا بالمعجون. المهم تبعوا الوصفة من الاول للاخر باش تنجح لكم ان شاء الله. نبدأ على بركة الله. بسم الله. انا عندي هنا فراولة مجمدتها، يعني عندي مدة وانا مجمدتها. خليها حبات كيما هكذا، خرجتها من الفريزر. نديرلها سكر فاني وعصرة ليمون وزوج مغارف سكر، وخليها حتى تطلق الماء تاعها هذاك، ومن بعد نطيبوها كيف كيف. هاكم تشوفوا هنا نزيد لها كيس هذا تاع سكر فاني تاع 10 غرامات، او اذا عندك فانيليا، واذا حبيتي يعني تقدري تستغني عن الفانيليا. كاين الليمون والفراوله يقوموا بالمهمه تاع النكهه ما شاء الله. زوج مغارف سكر وعصرة ليمون شويه هكذا قسم غرفه، وتركم ونخليها بجيه حتى يطلق الماء تاعها، ومن بعد نطيبوها ككومبوت هكذا ولا معجون فراوله او المهم. دوكا نشوفوا في النهايه كيفاش تطيب وكيفاش تولي. نكملوا بقيه الوصفه ان شاء الله، سهله مهله. عندي هذا المول تاع الكاب كيك سيليكون. عندي بسكوي هنا رحيته، ذوبت كميه تاع زبده راكم تشوفوا فيها غير البرد الحال عاود جمدت في الساع، معليش. نزيد لها ان شاء الله ملعقه نتاع شوكولاته الطلي، ونلم البسكوي عادي كيما معرفين نديرو في اي تحليه. قلت لكم التحليه هذه رائعه سهله تشبه الكاب كيك بس بطريقه مختلفه. راح نديرو القاعده من تحت بالبسكوي، ومن بعدين نخدموا اي مسكوتشو او اي جينواز ولا كيما تحبوا. شوفوا هنا راني خلط الشوكولاته مع الزبده حتى يتداخل مليح، ومن بعد نحطوهم في المول هذا تاع الكاب كيك. حبيتوا عندكم تاع السيليكون، عندكم هذاك اي مول عندكم، مش بشرط السيليكون، المهم يكون نتاع الكاب كيك. انا نحطو كيف كيف البسكوي هذا اللي درنا له الزبده والشوكولاته الطري، ومن بعد انا كيما راكم تشوفوا باي حاجه تهبطوها كثبتوا البسكوي كقاعده الاولى. انا درتها بهذا نتاع العسل ولا كاس ولا اي حاجه بملعقه صغيره. خلصنا نبداو الخطوه اللي بعدها، اللي هي عندي بيضه واحده فقط. عفوا عندكم هنايا هاود عفوا سمحوا لي راحت لي الهضره. هنا اللي نطيب في الفراوله كما راكم تشوفوا، نحي لها الرغوه نتاع الزايده هذيك، ونخليها على نار هاديه طيب حتى تتعقد شويه، ونحوها على النار وخلوها تبرد. ماذا بكم الخطوه هذه ديروها هي الاولى خلاص، ولا حتى نقولوا البارح ولا الصباح وتخدموا العشيه باش تبرد لكم المعجون. وهنا كما شفتوا عندي بيضه واحده، عندي سكر فاني، وعندي راح نحط السكر، عندي ملعقه 2، ما نكتروش، اذا حبيتوا 3 ما فيش مشكل. انا درت ملعقتين فقط مع السكر فاني. نخلطهم مليح غير بالمضرب اليدوي، ما يحتاجش ضرب يعني كهربائي او غيره، كميه قليله، واذا حبيتوا تزودوا ما فيش مشكل. ومن بعد نزيدوا لها كذلك زوج مغارف نتاع حليب او زوج مغارف زيت حتى ل3. درنا زوج مغارف سكر وزوج مغارف زيت، نخلطوا ثاني شويه هكذا المزيج. قلت لكم تحليه او حلوه جافه سهله ماهله يعني في متناول الجميع وبطريقه مختلفه مبتكره. نزيدوا لها الحليب زوج مغارف ولا 3، نقولوا 3 مع اللي ساح هذاك شويه، نقولوا 3 مغارف حليب. نخلطوا شويه يندمجوا المكونات مع بعضهم، ومن بعد نزيدوا المكونات الجافه.
اللي هي فرينة كيما راكم تشوفوا بنفس الملعقة، راني نخدم بنفس الملعقة تقريبا. درت 3 مغارف وزدت لها نصف. عندي هنا خميرة الحلوى وعندي رشة ملح. خلصنا درك المكونات كاملة. درك نزيد لها بصح نصف ملعقة واحدة اخرى نتاع فرينة او طحين ابيض. هكذا نخلطو ومن بعد نحطوهم في المول. شوفوا هنايا كيفاش طاب المعجون او الكومبوت تاع الفراوله، هكاك بقى حبيبات ما رحيناهش، ذاب وحده بالطياب. درك نحطوا هذا المسكوتشو فوق البسكوي اللي خدمناه المره الاولى. يبان لي فيديو واضح كيما راكم تشوفوا. نحطوا بكميه قليله ومن بعد نحط الفراوله المعجون في الوسط ونغطيه بالخلطه نتاعنا تاع المسكوتشو او الكيك. حطوا كميه معتبره ما شاء الله باش من بعد كي نجيو نقسموها يسيح هكذا يجي شكله رائع هكذا. واكيد الفرن شعلنا عليه فتحناه، عندنا دوكا 10 دقائق او ربع ساعه 170 حتى 180 درجه. نطيبوها لمده 20 دقيقه تكفي الطيب ما شاء الله. قلت لكم هذه الحلوى جافة او تحلية ولا كما تحبوا تسموها، يعني روعة روعة. القهوة يعني مع العصير مع اي حاجة، الفطور الصباح لوليداتكم يعني تحلية ولا اروع. نزيد نغطيهم كيما شفتوا هكذا. وقبل ما ندخلها الفرن عندي شوية لرقائق اللوز او لي زامون ديفيلي نحطها عليها من الفوق الرشات هكا للتزيين يجي شكلها ولا اروع. قلت لكم شكلها روعه روعه روعه. وكي تطيب تحسي بهذيك الطراوه والقرمشه نتاع البسكوي من تحت في نفس الوقت. يعني واش راح نقول لكم، لازم تجربوا هذه الوصفه، يعني بزاف 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 بنينه وخاصه يحبوها وليداتنا اكيد. شوفوا هنا بعد ما طابت يعني هكا تنحيها بكل سهوله والشكل شوف ما شاء الله ولا اروع. مزيج ما بين البني والابيض والاحمر، هذاك اللون تاع الفراوله، يعني واش راح نقول لكم اروع من الرائع. ان شاء الله يا ربي تنال اعجابكم وتجربوها اكيد، مش راح يعني تستغنوا عليها. رشه شويه تاع سكر غلاس او سكر رطب، زيدي يمد هذاك الجماليه والرونق في الشكل والطعم اكيد. جربوها بصحتكم وبصحتنا، ومع السلامة. الفيديو الجاي ان شاء الله بالتوفيق لينا وليكم اكيد. سلام.